السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السي عثماني زبرها وهاد المرة زبرها مع السادة النواب البرلمانيين في الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة. قام أحد النواب بانتقاد طريقة عمل الحكومة لتصدي جائحة كورونا، لا على المستوى الاقتصادي ولا على المستوى الصحي، الشيء اللي ما تصرتش رئيس الحكومة، بحيث انه كان يعمل جاهدا خلال هذه الجلسه هذه باش يبين بان المغرب فصل الربيع وبان الامور بخير، وقالها فمو قال حنا مرتاحين جدا الطريقه اللي تصدينا بها الجائحه، لا على المستوى الاقتصادي ولا على جميع المستويات، يعني الامور بخير في المغرب، وقال اننا مرتاحين جدا، وبين لنا ان المغرب جنة. الشيء اللي فقصني حقيقه، استفزني بزاف هاد الجلسه، رغم انني ما سمعتش ليها كامله، سمعت شويه في الراديو. استفزني. نخليكم مع الفيديو تشوفوه. أنا واحد القضية ما فهمتهاش. جميع العالم يهنئ المغرب، بما فيه منظمة الصحة العالمية هنت المغرب رسميا. في راه باقي الآن تلقاوها في مواقع التواصل الاجتماعي ديالها، في الفيسبوك، في تويتر، غيتلقاوها في الموقع ديالها. هنت المغرب لأنه من الدول التي استطاعت أن تدبر بنجاح فترة الجائحة. ويجي نائب كيقول لي التدبير الفاشل للجائحة. حشومة عليكم. والاغرب من هذا الشيء هو انه اساء للبرلمانيين كاملين. قال لهم زعما الا ما عجبتكمش الطريقه اللي خدمنا بها راه انتم الفاشلون. يعني باش تقولوا لي بان الطريقه اللي خدامه بها الحكومه فاشله، او تسيير جائحه كورونا كان فاشل، قال لهم انتم كلكم فاين ما عجبتكمش زعما ضربوا راسكم مع الحيط، راه انتم اللي فاشلين. وقال لهم بحال بالحرف، قال لهم انتم الفاشلون. قال لهم ما عندي ما ندير لكم. خليكم مع الفيديو تشوفوه. دائما أقول بأن تدبير المغرب لهذه الجائحة منذ سنة وربع تقريبا كله قصص نجاح، success story، كله قصص نجاح من البداية إلى اليوم. قصة نجاح تبعني قصة نجاح ما عرفتش غادي نقول لكم. أنتم الفاشلون لأنكم لا ترون هذا النجاح. أو أنا نقول لك ايش غادي نقول لك، ما عندي ما نقول لك من غير هذا الشيء. فعلا مستفز السيد هذا. اغرب رئيس حكومه في العالم على ما اظن. يعني هذا راه شرف ليه باش يكون اغرب رئيس حكومه في العالم. لكن اصفق بحراره هذاك النائب اللي ما تصرتش، رغم انهم في نهايه الجلسه سالاو الجلسه وضع نقطه نظام وطالب باش يتكلم. السيد المالكي عيا ما يساوي، وقال لي اودي راه العيد زعما صافي سلك العيد هذا، رغم ذلك ما تصرفش، قال والو خصني نحضر. واشار للنقطه ديال الاساءه. هذاك النائب المحترم قال ليه بان قال العثماني بانه خاصو يعتذر، يعني باش يسيء النواب في قبه البرلمان في مؤسسه كبيره بهذاك الحجم يقدم اساءه للبرلمان بهذيك الطريقه، الشيء اللي لا يعقل. المباركة وأبارك لكم عيد الأضحى، عيد الفطر المبارك. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا السيد رئيس الحكومة، شكرا على مساهمتكم، شكرا السيدة الوزيرة. ياك لاباس، راه العيد قريب. تفضل السيد النائب، تفضل. شكرا السيد رئيس مجلس النواب. هذه نقطة نظام الغرض منها هو إثارة انتباه السيد رئيس الحكومة إلى ضرورة الالتزام بالاحترام الواجب للمؤسسة البرلمانية، لأنه توجه بالخطاب إلى النواب ونعتهم بالفاشلين. وأنا أقول بأنه في المداخلة ديالي، ويمكن لي يرجع للتسجيل، لم أنعت الحكومة بالفاشل، نعت التدبير فاشل للحكومة. ويمكن لنا نديروا واحد الجلسة باش يمكن نناقشوا هذا الاحترام الواجب للمؤسسات واجب، والسيد رئيس الحكومة يجب أن يعتذر لمجلس النواب على هذا التوجه اللي توجه لهم الكلام الفاشل النواب كاملين. شكرا.